تبع الاداره فرحان. ممكن اسالكم سؤال، انتوا فرحانين ليه؟ هو زيزو مضى؟ لا هو خد وعود هيجدد. جدد؟ لا. يعني بعد 3 شهور هيبقى فري ولا هيبقى فيه زيزو ولا 300 مليون؟ لغايه دلوقتي انتوا ما فرحانين ليه؟ الناس دي سلمت نادي الزمالك في سنه تسليم اهالي، قضوا على النادي كله تماما، وانا عارف انا بقول ايه كويس. طب افرض تصفيه حسابات يا كابتن، بدايه من ماتش الاهلي واعتذاره الغير مبرر واهداء النادي الاهلي 3 نقط والبطوله، مرورا بقى بغرامه الكهرباء بزيزو، عد زي ما انت عايز بقى. انت عارف الغرامات اللي على نادي الزمالك كانت كام؟ هم عارفين، مش انا، هم اللي عارفين. هم عارفين ودخلوا بكابتن. انا ما عنديش كام. طب هم من الغرامات مليار. فين فلوس كهرباء؟ دفعوا 6 مليون دولار. فين فلوس كهرباء؟ مش قالوا فلوس كهرباء دي هتخش وهتحل حاجات كتير؟ خش مين يا نجم؟ يا ابني ما دخلت وراحت فين؟ باشت. طب الله، هو باشت. مش في عقود، وفي عقود مع اللعيبه ب 20 مليون. طول عمر نادي الزمالك مستني اللي جاي من هو بره. اسمه ايه؟ طب فين الدخل بتاعه؟ الجون بس. عواد جدد كان بياخد 17 مليون جنيه في السنه. يا باشا احنا كلنا بنشكر نادي الزمالك على التجديد لعواد ده، والله العظيم الضحيه المفضله لكل لعيبه مع اللعيبه ب 20 مليون. طول عمر نادي الزمالك مستني اللي جاي من بره. هو اسمه ايه؟ طب فين الدخل بتاعه؟ الجون بس. عواد جدد كان بياخد 17 مليون جنيه في السنه. ما شاء الله. وما لعبش ولا ماتش كان. طب ما تديني جوانتي وارجع العب انا تاني. انا قايل للكابتن مجدي الناس دي كل مش مع الحق يتقال ده من مجالس قديمه يعني. اتفضل. اقسم بالله قبل الحلقه في ناس كتيره مشيت، ده الجزيري مشي، اتفضل. انا بسمعك. يوسف اوباما مشي، ورؤى مشي، وزيزو مشي، ويونش هيمشي، الفرق كله مشي يا هي الناس بقى اللي عايزه زيزو دي يا كابتن مجدي. الجمهور اللي عايز زيزو يقول لك ده رقم 1 زيزو لعيب كبير وكل حاجه. هل زيزو هيلعب لوحده؟ لا ده هيتشتم. انت لازم تجيب له لعيبه يا باشا، هتتغلب وهيتشتم. يعني زيزو هيعمل ايه في ماتش السوبر ضد النادي الاهلي؟ النادي الاهلي في ظل الصفقات اللي جابها دي يا كابتن كلهم لعيبه دوليه، كلهم لعيبه دوليه في منتخبات مغرب وي الزمالك هيعمل ايه بزيزو لوحده؟ العيون كلها بصاصه، عايزه في عينها رصاصه.